انت قلت لي انت عندك مشكله كبيره جدا حصلت اثناء الفرح بتاعك. احكي لي بقى ايه اللي حصل. انا كنت اليوم ده كنت رايح اصور انا ومراتي في التصوير. جالي تليفون وانا بصور ان شقتك بتولع. انا ما كنتش مصدق، انا حسيت ان انا كنتش متخيل ان الشقه ممكن تعب 8 سنين ان ممكن يروح في لحظه زي كده. فجالي التليفون خدت بعضي، انا حتى مراتي بتقول لي انت في ايه؟ انا مش متخيل، انا مش عارف ارد. ركبنا العربيه ورجعنا على الشقه، طلعت لقيت الشقه كلها متدمره، الشقة كلها بالأكمل. 8 سنين تعبان في الشقة ديت، والشقة لقيتها كلها كوم تراب. فنزلت، أنا مش عايز أكسر فرحة مراتي، فقلت لها ده الستارة بتاعت البلكونة هي اللي اتحرقت، فهنبقى نغيرها. خدتها ورحت الفرح، والناس كلها كانت زعلانة، والناس كلها يعني كانت حزينة بسبب الموقف. ده كان دخله صح كده؟ كانت الدخلة يوم الفرح. انت يوم المفروض الفرح دخلتي يوم تخش فرح، وترجع على يوم شقتك. فرحة اه. خدت بعضي وخدتها ورحت على الفرح. انا في ذهول، انا حاسس ان انا يعني في كابوس، مش متخيل الموقف. تو رحت القاعة، انا مش انا حاسس ان في حاجة كبيرة حصلت لي. تعب 8 سنين لقيته واقع في الارض، اتدمرت. انا خلصت الجيش وانا عندي 22 سنة، بدأت اوظف فيها وبقالي 8 سنين بوظف في الشقة من شغل. كل ما يبقى معايا قرش احطه في الشقة، كل ما يبقى معايا حاجة اوظف في الشقة. انا مكنتش عارف اقول ايه لمراتي، هي خدت صدمة، أنا مش متخيل. رحت لما رجعت من القاعة، رحت القسم، عملت محضر إن كان في شخص قبل الفرح ب15 يوم كان عمال يهددني، هو عمي وخالي. اه يعني ده انت في حد كان بيهددك قبل الفرح؟ قبل الفرح طب هددك بايه؟ نار؟ يهددني إن في اللي هو يجي يضربني بالنار يوم الفرح. هددك ان يضربك بالنار يوم هيجي الفرح، يضربني مش بالفرح. مش هيولع لك الشقه لا، ما يعني. كانش في حتة الشقة خالص. ده ايه بقى؟ ليه السبب؟ ايه الخلاف اللي بينكم؟ بسبب ان احنا كنا من سنتين، كان هو عمي وخالي وهو قاعد المفروض في البيت، بايع شقة وليه بيت تاني قاعد فيه. كان بسبب العيال الصغيرة اللي احنا عندنا في البيت، طلعنا كان حد هيقع من العيال، عملنا سور ونضفنا السطح. اه يعني انت في مشكله بينك وبينه؟ مشاكل حاجات بسيطة، والناس الكبيرة عندنا عمامي وخلاني مولد خالاته قعدوا ما فيش حاجة، خلاص صالحنا، ما فيش حاجة خالص، ما فيش حاجة ما بينه وما بينه ان هو يداعي ان هو يجي يعمل كده يوم فرحي. طب يعني ده ايه يعني الخلاف البسيط ده يخليه يقول لك ده هضربك بالنار هقتلك يوم الفرح؟ ما هو عمل كده، كان عايز يعمل كده يعني اتاري هو بيخطط لحاجة تانية، اتاري اللي هو بيخطط. الفكرة ان هو دخل شقتي بمفتاح. بالمناسبة يا جماعة، الفيديوهات اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم اللي بتتعرض دلوقتي دي الفيديوهات بتاع قريبه اللي يعني حرق الشقة. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، هو المفروض طلع الشقة ونزل من الشقة، طلع يجري وكان في ايده جيركن بنزين او غاز، الله اعلم اللي كان معاه، ونزل يجري بيهرب زي ما انتوا شايفين كده، والكلام ده اثناء ما الفرح شغال. اتفضل كمل. انا كنت في الوقت ده انا كنت في السيشن بصور، وانا هناك جالي الخبر. حتى انا رحت القاعة، الناس كلها اللي كانت في القاعة كلهم جم على الشقة، لانهم ما كانوش متخيلين ان هو ممكن يعمل كده. حتى كل اللي كانوا في الفرح قالوا شعبان، يعني كل اللي لما سمعوا ان الشقة بتولع قالوا شعبان. فجم شافوا المنظر، الناس كلها كانت زعلانة، كان فرح وفجأة تعب 8 سنين. انا كنت عايش مع والدتي، والدتي توفت، من بعد والدتي هي كانت كل حاجة في حياتي. بدأت بعد ما توفت، أنا بدأت إن أنا بقيت لوحدي في الدنيا، كنت بعمل كل حاجة. ممكن كل ما ربنا يكرمني بقرش أشتغل بيه أحطه في الشقة. بقالي 8 سنين وأنا بوضب في الشقة، لحد ما لقيت أنا بقيت عندي 30 سنة، فأنا كنت أفتح بيت وأعيش زي أي حد وأبني أسرة. فجأة كل ده راح في لحظة. طيب قول لي مراتي انت، كان في الحياة. قول لي لما رحت بلغت بقى ايه اللي تم بعد ما بلغت؟ يعني قلت لهم ايه؟ اتهمته ممكن يكون هو اللي عمل كده ولا انت جيت، مش أنا ما صح؟ كنتش أعرف إن في فيديو. لما جم نزلوا عينوا الشقة وشافوا المنظر فتابعوا الكاميرات. فهم متابعين الكاميرات، لقوا شخص طالع بشنطة لابس كاب، وطلع ساعة الولعة هو طالع ونزل، كان الولعة دي حصلت. حتى الناس كلها اتخضت في الشارع وقالوا الشخص ده هو اللي عمل كده، كان هو جري. كل الناس اللي في البيت، لأن هو بيت عيلة، كله كان في القاعة، واللي كان رايح يصلي ورايح الفرح. والفكرة إن كان في حد متابعه بالتليفون، ابن أخوه كان متابعه بالتليفون، أمن على الشارع، بيشوف الشارع لو في حد أو كده، وهو استغل إن مفيش حد في الشارع ومفيش حد في البيت. جه راح
اتصل بيه، هما كانوا مع بعض على تليفون. طلع دخل فتح باب شقتي بمفتاح، دخل يعني قعد ايه فتح ولا. باب شقتك مفتاح؟ معاه مفتاح شقتك؟ هو انا بقالي اكتر من سنه ونص انا مش بشوفه. هو كان ما اعرفش هو جاب المفتاح منين. اه يعني لما دخل الشقه فتحها بمفتاح. المفتاح هي علاقه شعبان ده مراته، مرات شعبان ده اه. يعتبر مرات انا ولا امها هي اللي مربيها، هي اه اكتر انتوا من قرايب بنتها. كلكم في بعض. اه احنا ولاد خاله، وهو اه اه يعتبر خالي وعمي في مقام خالي وعمي. طب قول لي انت لما فتحت الشقه بعد ما ولقيت ايه اللي بقى هو دخل عمل ايه جوه؟ احكي لي كده. لما الشقه لما ولعت حضرتك، مم. كانت لما الناس الجيران اللي في الشارع طلعوا كسروا الباب لان لحقوا الموقف. لان الموضوع لو ما كانش اتلحق كانت الدنيا كانت هتخرب كلها. اه يعني بيت الناس العمارة لحقت كمان الناس يعني. طلعت وفي ناس كل اللي في الشارع مم. اللي كان رايح يصلي حتى رجع من الصلاة، اه واللي كان في الشارع والناس المحلات اللي تحت اه اللي جوه طلعوا كسروا الباب. انا الباب اللي مركبه باب مصفح، مم. فطلع قعدوا يحاولوا يكسروا فيه لحد ما كسروه. مم. وجابوا طفايات، مم. وكل واحد جاب طفاية، فضلوا يطفوا أكتر من 7 طفايات مم. عشان يلحقوا الحاجة اللي حصلت مم. ويسيطروا على الموقف. والباب كسر بقى في الشقة، بقت الباب اتخلع عشان يطفوا الحاجة اللي جوه دي. ايه كل بقى حاجة بقى اللي اتحرق جوه؟ الشقة معظمها بالكامل. اه الصالة كلها بحاجتها كلها، سفرة أنا عامل حاجات كهرباء لأن أنا كهربائي. والشقة كلها هو دمرها، لأنه هو لما دخل عايز يعملها ماس كهرباء. هو دخل اه ركز على حتة الكهرباء وعايز يولع الشقة إن هي تبقى ماس كهرباء. اه يعني ده بيفكر كمان. هو مخطط. طب سؤال، يعني هو للدرجه دي عايز مثلا يحرق قلبك؟ هو اختار لدرجه الوقت انه يوم يوم فرح. فرحك وانت يوم راجع فرح على بيتك ومعاك عروستك يولعك في شقه؟ ويعتبر هو اللي مربيني. امم ان هو اللي مربيني. كان اصلا والدتي الله يرحمها هو ما كانش بيتنين من غير من عندنا. تمام. كان بيقعد عندنا وكان اي حاجه كان يعوزها كانت والدتي الله يرحمها كانت تديله، واي حاجه كان يعوزها. وانا كنت متعلم ما اعرفش هو عمل لي كده. قول لي هو اتقبض عليه؟ اتقبض عليه في نفس اليوم. اتقبض عليه لان في نفس اتقبض اليوم عليه بالكاب وبالتيشيرت بنفس الحاجه اتاخدت. واعترف؟ وهو بينكر بينكر. طب بس اللي اعترف عليه ابن اخوه اللي كان معاه. اه يعني هما اتنين ممسوكين هو واحد. ابن اخوه هو ابن اخوه في ابن القضيه. اخوه اعترف عليه، وحد تاني برضك اللي كان بيساعده. لان انا ما اعرفش هو جاب المفتاح منين. اه طيب وفي النيابه اتعرضوا نيابه؟ اتعرض نيابه، خد 4 ايام وخد 15 يوم. تمام. ولسه المفروض ابن اخوه هيجي يحققوا على ذمه التحقيقات على ذمه لسه. التحقيقات. والتلفيات كلها نزلت. اصلا انا شقت احنا بقالي 8 سنين بقعد فيها، ومراتي تعب، هي مراتي مدرسه وتعبانه في كل قرش كانت بتجيبه. وقبل ما جهزنا اكيد الحاجه طبعا، اي احنا حد كنا عشان ياسس بيته، انت شاب يعني اكيد يعني. قبل ما نخلص الحاجه اللي احنا هنعيش فيها تعبنا. يعني 8 سنين انا تعبان في الشقه، ما كانش حد بيساعدني. انا كنت بعمل حاجه ربنا يكرمني بحاجه بقرشين، كنت اخلص اروح الشغل، اجي من الشغل اوضب حاجه في الشقه لحد ما ربنا كرمني. انا بقى عندي 30 سنه. انا اللي في سني وكان معاهم عيال. انا كل اللي اخرني ان انا كنت بوضب في الحاجه لحد ما ربنا كرمني وقلت اخلص. خلاص انا يوم فرحي، انا يوم فرحي انا جاي من القاعه المفروض اطلع بيتي. انا اطلع بيتي شقتي، فجاه الاقي كل حاجه على الارض. انا كنت في ذوق. انا ما كنتش متخيل ان ممكن ده حاجه تحصل لي زي كده، او حد ممكن كميه الشر ان ممكن حد يأذي حد بالطريقه دي. ده يعني هو المفروض هو اللي يبقى واقف معايا، هو اللي يبقى جنبي. ده عمي وخالي يعني. دمر لي حياتي. انا شقيت قبل ما خلصت الحاجه اللي انا عملتها ديت لحد ما قلت ربنا يكرمني اعيش وافتح اسره، ربنا يكرمني بعيل ربي اعلمه. فجاه انا ببدا لسه من تحت الصفر. انا ببدا لسه. انا قعدت اسبوع انا قافل الباب. انا حاطط باب، حاطط سلم مداري الباب. اي حد كان ممكن يخش يزق الباب يخش جوه. انا الباب ما فيش حاجه، كل حاجه اتدمرت. الكهرباء كلها، اجهزه مراتي كلها اتدمرت، السجاجيد، الستاير، فلوسي، حاجتي كانت جوه. تعب سنين كان جوه. حاجتي كلها كانت في شقتي. انا اخر واحد نازل من الشقه، نازل الساعه 5. انا ما كنتش عايز انزل. انا عقبال ما صدقت ان انا خلصت وفرشتها وفرشناها. كنا فرحانين اننا قبل ما خلصناها فجأة كل ده راح في الارض من شخص انا ما اعرفش. كان تفكير شيطاني، تفكير اذى. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هو دخل الشقة منين ومين اللي ساعده وخد مفتاح واداهوله
وكان دخل شقتي. الشخص ده لحد دلوقتي انا ما بنامش بسبب التفكير ده، ان حد دخل بيتي وخد منه المفتاح واداهوله، طلع عمل ده، استغل ان انا اليوم ده ملخوم فيه في الفرح، دخل شقتي وعمل كده. انا مراتي ويعتبر والدتها هي اللي مربيها اكتر من امها، وانا كنت رايح اجيب، لان اليوم ده نسيت المفتاح بتاعي جوه في الشقه، وانا رايح اجيب المفتاح من مراتي لان هي كان معاها النسخه، فبقول لها هات المفتاح، تقولي يعني هات المفتاح، فهي بعد ما جابته فهي بتقول لي ربنا يستره، ربنا يسترها من اللي هيعمله شعبان بكره. يعني هي كانت متوقعة. هي كانت متوقعه، أي هي شهر قالت بقى. لي هي قالت لي ان ربنا يسترها من اللي هيعمله شعبان بكره. انا ما خدتش ودماغي، ما خدتش وركزت في الكلام، لان هو كان باعت قبلها تهديدات ان هو بيقول هيجي الفرح ويضربني بالنار. ومرات شعبان، مرات شعبان متهم شعبان، مراته تبقى هي اختها، تبقى هي اخت شعبان، وكانت معاها برضك اختي مرات يعني هي شعبان مرات دي شعبان يعتبر. تبقى أخت شعبان؟ مش فاهم. مرات شعبان تبقى اختي، اللي هي قالت لي يوم الحنه ان ربنا يسترها من اللي يعمله شعبان بكره، وكانت بتتردد عليا وانا كنت ببقى في الشقه بس ساعات. ايه كمية الحقد والانتقام اللي في دماغه ده؟ ايه في ايه يعني؟ الموضوع يعني تحس ان هو اكبر من مشكلة على سور سطح وحاجة، يعني في حاجة هو يعني انت الله اعلم انت اللي عارفها. حضرتك هو شخص في العيله عندنا، كل العيله مش محدش فينا بيحبه بسبب اعماله، بسبب تصرفاته. مفيش بيت لما دخلوا غير لما يجيب سيرته، مفيش مكان لما يخش وهو يعمل فيه مشكلة أو هو ياخد شخص سيء. شخص. ايه مشكلته معاك انت بقى؟ هو ما أنا معرفش إن هو المشكلة اللي حصلت ما بينه وما بينه إن هو مرازيني بسبب جايب لي محضر بسبب الأوضة اللي فوق السطح، لأن هي جت من جزء والدتي ووالدي. يعني هي القصة عمل لي محضر كلها 60,000. خلاف على الأوضة. اختلاف على الأوضة، كل الكلام ده كله مش اختلاف على الأوضة. الموضوع مش أكبر من كده؟ وأنا حضرتك لا، الموضوع مش أصل أكبر. أنا مش شايف خلاف على أوضة وسطح يخليه يوصل بيه إن هو يوم فرحك يولع لك في شقتك. حصل مشكلة بعديها، بعد ما هو طلع كسر لي الحاجة ديت حضرتك، وعمامي وخلاني كلهم هم اتفقوا ان الشخص ده اللي اتلف شيء عليه اصلاح. واتفقوا كل الناس ان هم يجي يعمل الحاجه اللي هو يعملها دي، فهو مرضيش يعمل الحاجه وقال لك لا انا مش هعملها وكده. فجينا قعدنا، قال لك طالما هو اذاك وعمل لك كده، فانت لو زي ما لو في حاجه تعرف تعملها ما اعملها. انا كلمته قلت له بقول له يا عم شعبان مفيش حاجه ما بينه وما بينك عشان تطلع تعمل اللي انت عملته ده. فانا عندي طوب فوق والرمل والحاجات اللي هعملها. قال لي لقيته غلط فيا وغلط فيا، وقال لي ده مش مال ابوك ولا، وقعد يغلط فيا. حصلت بعديها قلت له طب انت شايف كده، حصلت ما بينه وما بينه مشكله عاليه واتحلت، والناس قعدوا وحلينا المشكله، خلينا نروحوا له وعملنا نروحوا له وتراضينا. حتى مراتي راحت عزمته على الفرح، حتى هو مرضيش يقابلها. وانا كلمته قلت له يا عم شعبان، وقال لي مفيش حاجه وانا مش في دماغي خالص ان هو يعمل شر. ده بعد المشكله بعديها على طول قعدنا وتراضينا ومفيش حاجه حصلت تاني. اختاري الوقت بتاع الفرح، مراته هي اللي شجعته على ده. الله اعلم ما بينهم ايه، بس هو شخص يعني مش طبيعي، عشان هو انه ممكن يكسر فرحة حد يوم فرحه وفرحة عروسة يوم فرحها. خلى من فرح الميت كانت كل الناس فرحانة حتى العروس الصغيرة. ربى الرعب في البيت بسبب النار، وهو دخل بيتي بمفتاح. انا يعني لحد دلوقتي انا معرفش هو جاب المفتاح منين، مين اللي ساعده على المفتاح. مراته اختها اعتبر هي اللي مربيه العيله عندي، مراته. فكانت بتتردد عليا، كنت ابقى نايم جوه ممكن تفتح الباب. عملت مشكله برضك مع مراتي بسبب الموضوع ده، قلت لها المفتاح يبقى معاكي ما تدوش لحد. وكنت ببقى واخد حريتي في البيت عندي لان قاعد لوحدي في شقتي. فمن بعدها هي ما جاتش، بس المفتاح كان بيبقى معاها. هل بقى هي اديته لاختها. واحد برضك كان يعتبر اسمه ابن خالته، تمام للاسف. تمام، ابن خالته كان يعتبر برضك كان بيجي يساعدني في شغل كهرباء. الله اعلم برضك هو ده اللي خد المفتاح مثلا تحريات المباحث هتجيب كل تفصيلة زي ما جابت مين اللي حرق ومين اللي جري ومين اللي طلع ومين اللي كب بنزين، هتوصل لكل الأشخاص اللي ساعدته والشخص اللي قدر يديله المفتاح بتاع شقتك. انا تعب 8 سنين، انا كل ده راح في الارض. انا مش عارف ابدا منين. انا داخل وعليا فلوس وحياتي يعني حياتي. انا اي شاب بيكون نفسه ودنيته، واكيد في الوقت اللي احنا فيه ده صعب.
فانا لسه ببدأ، انا الشقة كلها متدمرة، فانا مش عارف اعمل ايه. انا قعدت اسبوع كامل انا نايم وباب الشقة بتاعي مفتوح، حاطط سلم ورا الباب، خايف. انا كنت نايم عيني مفتحة، اي حد يزق الباب يخش. انا نايم خايف، انا نايم خايف. زي ما حضراتكم فانا شايفين كده، يعني ده شاب شقي وتعب سنين علشان خاطر يأسس بيت زوجية، ويوم فرحه واحد عديم الضمير لدرجة الغل اللي في قلبه من ناحيته قرر إنه ينتقم منه يوم زفافه، يخليه في الفرح ويولع له في الشقة. هو مش طالب غير حقه، وإن المتهم ده ياخد أقصى عقوبة.